انا عايزك تنسى اي حاجه انت سمعتها او شفتها بالنسبه لجيل ال 5000 بما ذلك العبث، وانا لا احقر من احد وكل الناس موجوده على راسي من فوق والله العظيم، بس جزئيه ال 700 و 600 فريم على 1080 في سايبر بانك والالعاب التقيله والجو ده صراحه كان شيء عبثي جدا بالنسبه لي. كذلك برضو انسى خالص الارقام والاسامي المعقده والشارتس الضخمه، انسى الكلام ده. النهارده انا هتكلم معاك بلغه تجربه المستخدم العادي جدا، واللي هنجاوب من خلالها على اهم سؤال مش شايفين له اجابه صريحه: هل انفيديا ضحكت علينا في الجيل ده؟ المختصر لا. ليه؟ كمل. وعلى كل الاستنتاجات اللي هتشوفها في الفيديو ده هي بناء على تجربتي الكارتين الار تي اكس 5080 نسخه الايسوس برايم. كارت صغير لطيف محندق وجوده تصنيعه كويسه، والمفروض ان هو يتوفر بسعر كويس، وكمان الحراره بتاعته مقبوله. وكذلك الوحش المدمر العملاق ال 4090 اللي ما زال هيبته حاضره نسخه الروج ستريكس. وطبعا من هنا نحب نبعت سلام طاير حير لمين يا ترى؟ لايسوس السكره. ونقول اول سؤال للجمهور: هل تتوقع واحد معاه هذا الكارت ال 4090 بيلعب الالعاب بتاعته على اعلى الاعدادات على النيتف؟ قبل ما تجاوب هيكون ظاهر قدامك دلوقتي اداء ال 4090 في سايبر بانك على 4K على اعلى الاعدادات بالري تريسنج، هتلاقيها ماسكه تقريبا في رينج ال 45 فريم 40 فريم. هل دي بقى تجربه مناسبه لشخص في الفئه دي؟ ولو انت مش في الفئه دي استنى جايين لك دلوقتي ايه في الفئه الاقتصاديه الكلام هيجيب كله دلوقتي. لكن الفكره كلها هذا الشخص اللي جايب شاشه 4K 120 هرتز ولا شاشه 27 4K 240 هرتز، هل بالنسبه له 40 فريم ده شيء مقنع؟ هو حاجه بقى بالنسبه له كلها موشن بلور؟ اكيد لا. طب هيعمل ايه الشخص دون؟ هيبدا يشغل الدي ال اس اس، وهيشغل القسم الاولاني منه اللي هو بيولد فريمات اساسيه ومهمه مش اللي هي الوهميه. هيوصل لحد كام؟ تقريبا 75 فريم في المتوسط. برضه هل دي ارقام تخليه يعرف يستفيد من قوه شاشاته؟ النهارده خلاص الهاي ريفريش النهارده يا جماعه بقى ستاندرد بالنسبه حتى والله للناس اللي في 1080 في الفئه الاقتصاديه، الشاشات بقت بتنزل كلها 180 هرتز. طب الرايق ده بقى هيعمل ايه في المشاكل اللي عنده؟ وشايفك اللي قاعد ورا وانت عمال بتقول اللهم مشاكل من دي. صراحه عندك حق، يعني ما اقدرش ان انا اجادلك في الموضوع ده، لكن بشكل منطقي جدا هيفعل الفريم جنريشن اللي بيولد الفريمات المضروبه. وقبل ما تتكلم في اي حاجه، انا النهارده هتكلم معاك مش في ارقام فريمات بس، انا هتكلم معاك في ارقام فريمات وفي ارقام الديلي الكلي من ساعه ما بتضغط على الماوس لحد ما الامر يظهر على الشاشه. مش هنعتمد حتى على الكلام اللي تكتبه لنا انفيديا في القياسات بتاعتها بالبرامج بتاعتها. كذلك برضو هنتكلم عن جودة الصورة، وهنا عندنا الفريم جنريشن على الكواليتي والدي ال اس اس كله عشان عايزين ما نبقاش في زحمة يعني. طيب انا حاولت يعني على قدر الامكان اصور لكم يعني حاجات تبقى متقاربة، لكن عموما ده اللي انا قدرت اعمله، يعني موضوع صعب بصراحة. ولو بصيت هنا على تفاصيل العربية وهي ماشية، يعني الفرق ما بين النيتف وما بين الفريم جنريشن بالكواليتي قليل جدا، مفيش فرق يعتبر. الفروقات عشان تبان يعني انت لازم تركز في حتت غريبه نوعا ما، يعني اللي هو عشان نبين المشاكل. بص بالله عليك، بص اللقطه دي كده ايه، انا هعملها لك على ال1 اكس اهي، تمام اهي انت شفتها تمام. تعالى بقى نرجع نشوفها على ربع السرعه عشان نبين المشكله. بص هنا كده، خدت بالك؟ خدت بالك من الحته دي هي الايه الازمه. بص حته صغيره حاجه زي كده مستحيل تبان وانت شغال عادي على 120 فريم ولا 130 فريم، مستحيل. طيب برضو هنا اهو يعني الاكسدام بتبان في حاجات يعني فاهم فيها رعشه كده، الحاجات دي بتبان ايه؟ عاملين زوم عامل ازاي عشان تبان. بص احنا لو طلعنا لبره الصوره عامله ازاي. طبعا واضح فرق النعومه ما بين النيتف وما بين الفريم جنريشن بالدي ال اس اس. احنا طبعا هنا على ربع السرعه، بص هنا الدنيا بتقطع، هنا الدنيا هتلاقيها ناعمه جدا معاك. فلا في فرق في التجربه يستحق النتيجه النهائيه، يستحق مثلا جزء من التضحيه في الكواليتي مثلا. بص شوف انت حته السياج دي ركز عليها، شايف؟ ركز عليها علشان دي انا هاجيلك فيها قدام، عشان دي مش مشكله في الدي ال اس اس نفسه، انت هتتصدم. اوفرول اقدر اقول لك ان انفيديا بجد عامله شغل عالي في حته الذكاء الاصطناعي في الجيل ده. وعلشان ما اضيعش وقتك انا عملت اختبارات كتير في ال 5080، وخلينا اوصل لك للتجربه المماثله لل 4090 على ال 5080 على اعلى الاعدادات، ولكن الدي ال اس اس هيكون على البالانسد والفريم جنريشن على ال 3 اكس. طبعا انت عارف ان 50 دلوقتي بقى بيزود ضعفين وثلاث اضعاف واربع اضعاف على عكس جيل ال 40 اللي هو بس فيه ضعفين مش اكتر. بس المختلف هنا ان انا هطلع بدل ال 130 140 فريم، لا انا طلعت لل
180 و190 فريم، واحيانا بوصل لل 200 كمان، اللي هو بجد فريمات اكتر بكتير من ال 40 90. وانا عارف ان انت هتيجي تقول لي دلوقتي اكيد الديلي باظ يا عم نبيل. اقول لك احنا ناوي في ال 40 90 قلنا كام؟ كان 50 مللي ثانيه تقريبا، 50 وكذا. دلوقتي احنا بنتكلم في 58 مللي ثانيه. 8 مللي ثانيه زياده مش هتبقى مؤذيه في اللعب، انت مش هتحس بيهم اصلا تقريبا مقابل السموزنس اللي انت بتاخدها والحركه الناعمه. وعلشان افكرك تاني، الالعاب التنافسيه بنلعبها هنا مثلا في مصر على 60 و70 مللي ثانيه بينج، اللي هو مش دي الحاجه اللي هتبوظ التجربه. بالعكس انا اقدر اقول لك ان الاستجابه مش مقبوله، لا ولا هي ممتازه اكيد، لكنها جيده جدا، مستريح وانا بلعب. لكن انا ما اقدرش اقول لك ان التجربه زي ال 40 90 بالظبط من خلال بس عدد الفريمات والديلي، لا احنا لازم كمان نشوف مقارنه ما بين جوده الصوره على الاعداد بتاعت ال 40 90 الاخيره وال 50 80 اللي انا قلت لك عليها. بص كده، عندنا نهون ال 40 90 فريم جنريشن كواليتي، وعندنا نهون ال 50 80 على البالانسد مود اكس 3. وحاول تبص كده على العربيه على الحتت المربعه، وخلينا برضو نبطأ علشان نشوف فروقات الصوره. اتفرج، تحس كده ان الدنيا واحده هنا وهنا، تحس ان الدنيا واحده. انا هو في شويه يعني زمزقه في الجزئيه دي مش موجوده هناك قوي، لكن يعني حاجه زي كده من بره مستحيل ان انت برضو هتركز معاها وتشوفها. كذلك في عندنا نوعا سنه جوستنج، لو انت ملاحظ ان هو عند حته الاطراف دي انا ده ال 40 90 هتلاقي برضو نفس الموضوع هنا، بس هو لسه ما جاش الظرف الملائم اللي يبين اهو، ما تحسش ان في فرق. بص هنا اهو بانت حته برضو هنا اهو عند ال 50 80. لو رحت هنا كده اهو، لو احنا راجعين وايه اهي، شايف كده هنا اهو بيحصل جوستنج برضو اهو عند طرف العربيه الزرقاء، شايف بيحصل زي اللي حصل مع ال 40 90 بالظبط، بنفس القوه تقريبا، بنفس الحبشكه، بنفس كل حاجه، حاجات كلها حاجات صغيره محتاج تبقى سايكو علشان تعرف تزوم بعينيك وتشوفها. لحد هنا الدنيا زبادي خلاط وعنب ومانجا، وزمانتك نازل تكتب لي تحت قبضت كام وانفيديا رشتك، ولا اقول لك ادوا لك الكارت بسعره الاساسي. انا مش عارف ايه الرشوه في ان شركه تديني الكارت مش بالسعر، ادفع سعره الاساسي وتبقى كده رشوه. انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم اللي بيفكر كده هو بيفكر بايه بالظبط ولا منين. بس التقنيه دي ليها عيوب متداريه مش باينه في كارت زي ال 40 90، مش باينه في كارت زي ال 50 80، ممكن ما تبانش في كارت زي ال 50 70 تي اي قوي، او ممكن تبدا تبان فيه، لكن هتبان جدا جدا في كروت الفئه الاقتصاديه. الناس دي هتبقى متدمره مع التقنيات دي. واقول لك انا مثلا اقل حاجه مثلا موضوع البيس فريم، انت لو لاحظت في كارت زي 40 90 احنا كنا شغالين على البيس فريم 70 73 قول 75 فريم. دلوقتي لما زدنا في الفريمات للضعف طلعنا ناحيه ال 120 130 تقريبا 135 الرينج دوت. طيب هو ده كده الضعف ده المفروض ان هو يبقى ناحيه ال 150. طب فين الفرق؟ المشكله ان هو اصلا قلل ال 73 75 فريم دول مثلا ناحيه ال 65 او 60 وراح ضاربهم في 2 وقال لك دي كده الفريمات الجديده. طب ليه بيحصل كده؟ قلت لكم قبل كده التقنيات دي بتاخد من قدره الكارت عشان تعرف تعالج البيانات. فشوف بقى مثلا في كارت مثلا في الستينات، فلنفرض لعبه جايبه في الكارت مثلا 40 فريم، فتيجي تشغل التقنيه اللي بتزود الضعف بدل ما تديك 80 تلاقيها راحت مديك 60. طب هو ايه اللي بيحصل؟ الكارت مش هيقدر يشغل التقنيه مع الفريمات البيز، فهيروح منزلها بدل ال 40 يخليها 30 ويقوم ضارب لك ال 30 دول في 2 يديك ال 60، اللي هو في النهايه تعتبر زياده 50% مش 100%. واصله لك القصه عامله ازاي؟ هتقول لي انا نبيل مش مشكله الفريمات بتزيد. اقول لك بقى الموضوع حسب البيس فريم، يعني انت لو انت نزلت البيس فريم قليل قوي زي ما بقول لك في ال 30 وال 35 وال 40 والجو ده، حرفيا انت هتلاقي عندك الديلي زي الزفت ومعدوم، بل هتلاقي عندك مشاكل في الصوره، لان انت في الفريمات القليله في عندك موشن بلور، فما فيش تفاصيل كفايه ان الذكاء الاصطناعي يعرف بناء عليها ياخد قرارات سليمه، فبالتالي هتلاقي ممكن مشاكل اكتر واكتر في الصوره. وكتجربه انا عملتها على ال 1080 اقدر اقول لك حصلت عندي المشكله اللي حصلت في الفيديو بتاع ملزلز، لو شفتوه هتلاقي ان كان في واحد كده ماشي الطيف وراه كده، وراه حاجه بتتسحب وراه كده غلط. طب ايه اللي بيحصل؟ ال 1080 انا لما نزلت الدقه لاحظت ان مع تفعيل الري ريكونستراكشن الذكاء الاصطناعي ما بيعرفش يتعامل مع انعكاسات الاضاءه كويس على دقه ال 1080، على الاغلب ما بيعرفش يحدد الحواف بشكل سليم والاشعه هتتحرك ازاي، فبالتالي بياخد قرارات غلط 100%. بمجرد ما بقفل الري ريكونستراكشن اللي بتظبط الانعكاسات المشكله بتختفي، فدي مشكله هتدفع ضريبتها لمجرد بس ان احنا نزلنا لدقه اقل مش 4K. الموضوع برضه عشان تبقى عارف بيحصل على ال 2K.
ما بيحصلش بس على ال 4K. فاصبحت التقنيه فيها برضه تضحيات، يعني حتى برضه مع الشغل اللي عاملاه انفيديا والله يحترم جدا. الموديل الجديد احسن من الموديل القديم بكتير، ده قطعا ولا بد، وبص وكل حاجه، لكن هي برضه ما زالت فيها تضحيات. وده ينقلنا لسؤال، ازاي كارت زي ال 4090 كارت هاي اند، كارت سعره $2500 لهذه النسخه، ما ينفعش يشغل لي تجربه هاي ريفريش ريت الا بمساعده الذكاء الاصطناعي بالفريم جنريشن، مش الذكاء الاصطناعي في الاب سكيلينج، لا لازم فريم جنريشن. انا افهم جدا لو انت هتديني الفريم جنريشن دي كده ايه اذا كادو فوق البيع، انا يا عم انت شاري مننا حاجه وانت زبوننا وصاحب مكان ولازم نظبطك بقى وفاهم ونحلق على العميل ورضا العميل ونقوم مدين لك يا عم الفريم جنريشن دي هديه. لكن انت في الاساس تقدر تركب هذا الكارت تشتغل بيه، يجيب لك ال 100 فريم، 110 فريم، 120 فريم، هاي ريفريش ريت على 4K. نفهم هذا الكلام، نقدر سعره ان هو كارت جيمنج. ولكن انا عايز اقول لك ان انا تحليلي لهذه المشكله حاجتين اتنين: واحد، انفيديا ما عادش عندها القدره انها تنتج او انها تدينا هاردوير اقوى، او ما فيش عندها حافز لهذا الشيء. تاني حاجه، الشريك الاكبر في هذا الجرم بصراحه الاستوديوهات الالعاب. استوديوهات الالعاب يعني عايز اقول لك ايه، ما عادش فيه اوبتمايزيشن، الالعاب كلها ميته. سايبر بانك دي على النيتيف ريزوليوشن فيها اخطاء، هتلاقي مثلا السياج اللي قدامك دون بيختفي، بيجمع وانت ماشي، اللي هو ما هو الذكاء الاصطناعي لازم هيعاني معاه. ده كمثال يعني من نوع يعني ايه للاوبتمايزيشن. لكن انا عايز اقول لك ان في العاب تانية هتلاقيها مثلا الديلي فيها عالي قوي، اللي هو ساعتها هتبقى مثلا من غير التقنيات دي الديلي جوه اللعبه الوحيده 60 مللي 70 مللي ثانيه، اللي هو طب ليه اشغل بقى التقنيات دي معاها، هوب بوم طخ 100 110 مللي ثانيه. وعايز اقول لك ان الالعاب دي التجربه فيها بتبقى اصلا سيئه بالتقنيه ومن غير التقنيه، يعني هي كده كده بتبقى سيئه. ايه برضه يا نبيل، يعني في حل يا نبيل؟ يعني والله العظيم انا شايف ان احنا قدامنا حاجه من اتنين نعملها، يعني لازم نعملهم، او مش حاجه من اتنين، احنا لازم نعمل الاثنين. اول ما تشوف كده مثلا استوديو منزل لنا لعبه ويقول لك اصل المينيمم 2080 و2070 و3070 تي اي والجو ده، لازم والله اقول له باشا لعبتك عندك، فلوسي في جيبي، انت اللي محتاج فلوسي مش انا اللي محتاج لعبتك دلوقتي. ده المنطق اللي احنا المفروض نفكر بيه دلوقتي كجيمرز على مستوى العالم، اللي هو صرف فلوس هو لازم هيجيب الفلوس، فساعتها هيظبط نفسه، يبدا بقى يشوف ايه مشاكله ويحلها، ونبدا ساعتها نستفيد من هذا العتاد. لان في العاب الجرافيكس بتاعتها كويسه وبتشتغل عادي فوق ال 100 فريم عادي، وفي العاب تانية لا ما تنفعش خالص. طب ايه السبب؟ هو الاوبتمايزيشن، ده شيء اساسي. طب ده كده بالنسبه للالعاب. عندك مثلا كارت زي ال 5070 تي اي، كارت المفروض انه سعره $550، تيجي تبص دلوقتي على سعره هتلاقيه عامل $1000. ليه يا عم؟ تنباركو يعني، ومش فاهم انا مديله حبايه مثلا مخليه مفكر نفسه ب 50 80، حاجه مش منطقيه عشان تزود لي قرب الضعف. فحاجه زي كده المفروض لما تشوفها في ستور قول له يا باشا خليها عندك بخر بيه المحل لحد بقى ما تتحل بقى مشكله راس السنه الصينيه ورجل السنه الالمانيه والكلام ده كله نخلص منه. فلحد هنا يعني انا احب اقول ان التقنيات دي حلوه، بس ما ينفعش تبقى هي المين ايفنت او المين اوبجكت او الحاجه الاساسيه اللي نروج ليها او ننتج بناء عليها اجيال، لان دي كده ما تعتبرش اجيال جديده بصراحه يعني. لان بكل بساطه انت لو نزلت لي الكلام ده على ال 4090 فال 4090 هيهين اي حد في اي حوار في اي منكش في اي قصه.